قلنا عقيدته كان على عقيدة السلف وعقيدة الإمام مالك في الأصول والفروع. طيب، مما يدل على أن عقيدته على منهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا نحن عندما نقول سلفية يعني على منهج ايش؟ على منهج السلف. من هم السلف؟ القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون تابعوهم. طيب، فإذا له مصنفات عدة رد فيها على أهل البدع، كما رد على العبيديين وحاربهم ووقف ضد فكرهم المنحرف هذه الفرقة الباطنية، فكذلك أيضا رد على عدد من أهل البدع رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، من هذه الرسائل رسالة اللي معنا الرسالة في الفقه المالكي، طبعا اسمها الرسالة في الفقه المالكي، والجزء الذي سنأخذه هو مقدمة ماذا؟ مقدمة الرسالة، مقدمة، والباقي ما هو؟ أنتم معي فهمتم ولا لا؟ الباقي في ماذا؟ في الفقه. أحسنتم، في الفقه الأصغر ولا الأكبر؟ الأصغر، تمام، الآن فاهمين صح. طيب، عنده كتاب آخر اسمه الجامع في السنن والآداب والمغازي والسير، أيضا هذا الكتاب قدم له بمقدمة في عقيدة أهل السنة. انظروا اهتمام الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في بالعقيدة، يعني في الرسالة في الفقه المالكي قدمها بمقدمة تتعلق بالعقيدة، وفي كتابه الجامع في السير والمغازي والسنن والآداب، الجامع في السنن والآداب والمغازي والسير، أيضا قدم بمقدمة تتعلق بالعقيدة. فكان له اهتمام كبير في تثبيت العقيدة الصحيحة رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على ماذا؟ دليل أيها الكرام أن الإنسان الفقيه صاحب الفقه، ومن رزقه الله فقها وصار مبحرا في الفقه، لا ينبغي له أن يهمل باب العقيدة، لأننا الآن في زمن ظهر فيه بعض المتفقهة لا يعطي العقيدة مجالا، ولا يلتفت لأمور العقيدة، ولا يدخل نفسه ولا طلابه في العقيدة، فقط فقه منحصر في مذهب معين يسير عليه، لا تعرف له درسا في عقيدة السلف ولا في منهج السلف، رغم أن له يعني من المحبين الكثير، وهو ربما على عقيدة السلف، ولكن للأسف الشديد لا ينهض لعقيدته ولا لتدريسها ولا لنشرها بين طلابه. لكن الإمام ابن أبي زيد القيرواني كان يؤلف في الآداب والسير والمغازي، ويؤلف قبلها مقدمة في العقيدة، يؤلف في الفقه وقبلها مقدمة في العقيدة، ليبين لكل قارئ لكتبه أهمية العقيدة الصحيحة وأهمية عقيدة السلف ونشرها بين المسلمين. له رسالة في التوحيد، رسالة في ماذا؟ في التوحيد. وله كتاب في النهي عن الجدال. ومعنى النهي عن الجدال ماذا؟ النهي عن ماذا؟ علم الكلام. أحسنتم، كما تحدثنا عن مالك. طيب، ورسالة في الرد على القدرية،